هاي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بحته وصفه اختراع بجد خطيره، مناسبه جدا للصيام وكمان للناس النباتيين. بجد هتدعولي عليها. هنعمل شاورما البتنجان. بجد خطيره جدا، طعمها كان خرافي. انا ما توقعتش ان طعمها يكون حلو قوي كده. استني يا ماما، انا هقول لهم هي حلوه قد ايه. الشاورما البتنجان دي حلوه قوي قوي، وانا اصلا ما بحبش البتنجان. تعالوا نشوف الوصفه. اول حاجه هجيب البتنجان عندي واقطعه شرايح بالطول شبه البطاطس كده، تقطعات متوسطه عشان يستوي كويس وكمان يكون شبه اللحمه. بصوا، لو أول مرة تشوفوني لو سمحت روحوا اعملوا اشتراك للقناة بتاعتي، وكمان لو الفيديو عجبك دوسي لايك وشاركيه مع كل أصحابك. أنا عايزة تكملي معايا الوصفة للآخر، بجد اوعي تمشي وتسيبيني. الوصفة تستاهل انك تتفرجي عليها. جربيها قد ايه طعمها حلو ومميز، موفرة ومغذية جدا للولاد. احنا عارفين فوائد البتنجان قد ايه. هنا جبت بصلاية قطعتها رفيع وهشيلها على جنب. انتي ممكن تحطي اي خضار انتي بتحبيه. انا اخترت هنا خضار شاورما اللحمة. قطعت هنا طماطماية برضو شرايح رفيعة، وبعدين هقطع كمان شوية بقدونس. عندي البقدونس ودى طعم الخلطة في حتة تانية خالص، وكانت فعلا شبه شاورما اللحمة جدا. بعد ما قطعت البقدونس بتاعي هقول لكم بقى هنعمل ايه. ركزي معايا في كل خطوة، هتاخدي وصفة حكاية. طبعا شاورما يعني سلطة طحينة. هنا حطيت فص توم مهروس ونزلت عليه بمعلقتين طحينة. لو لاحظتوا في الفيديو هتلاقوا ان انا عاملة كميات قليلة لاني كنت حاسة ان الوصفة اصلا مش هتعجبني، وبصراحة أنا أول مرة أجربها. عصرت هنا نص ليمونة ونزلت بمعلقتين خل، وهقلب الطحينة بتاعتي كلها. وبعدين هبتدي أنزل عليها بالمية شوية شوية لحد ما أوصل للقوام اللي أنا عايزاه، ما يكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي زي بتاع سندوتشات الشاورما. وطبعا ما تنسوش التوابل اللي انتوا بتحبوها. أنا حطيت هنا فلفل، وحطيت كمون، حطيت كزبرة، حطيت ملح، حطيت شطة. بجد كان طعم الطحينة حلو جدا وقوامها كان جميل، ومع البتنجان وديته في حتة تانية خالص. كملي معايا الوصفة هتعجبك جدا. بجد انا بقول لكم ما تخيلتش طعمها حلو قد ايه من كتر حلاوتها. انا اكيد هعملها تاني وتالت، ومش كمان في فترات الصيام، لا في فترات الفطار، من كتر ما طعمها عجبنا. هنا بقى هنجيب معلقتين زيت في الطاسة بتاعتنا، وهنشوح البتنجان بتاعنا لحد ما هوريكم في الصورة للتسوية اللي انا عايزاها. مش عايزاه يكون مستوي قوي عشان لسه هديله تقليبة تاني مع الخضار، وعشان كمان يكون البتنجان فيه عضة كده شبه اللحمة. هنا بقى هاخد البتنجان بتاعي على النار وقعدت اشوح فيه. قعد حوالي 7 دقايق لحد ما اخد اللون ده. بص، هو ده اللون اللي انا عايزاه، بس لسه مش هشيله دلوقتي. هحط بقى الوصفة السحرية، توابل الشاورما. بصوا، التوابل دي فعلا مهمة جدا في الوصفة. لازم تجيبيها فعلا، خلت الطعم قريب جدا للشاورما والطعم كان خرافي. يعني مش هقولك استعملي اي توابل تانية، لا استعمليها فعلا، فرقت جدا. هنا بقى لما البتنجان خد كده التلات ارباع سوا اللي انا قلتلكوا عليها، هبتدي اشيله عندي على جنب، وهقولك هنعمل ايه مع بعض. انا في الفترة اللي فاتت اتطلبت مني وصفات صيامي كتير جدا، بس كنت عايزة اجيب حاجة مختلفة عن كل الناس، وفعلا الوصفة دي مختلفة قوي. هنا بقى هشوح البصل بتاعي كده لحد ما ياخد كده لون فاتح، وهنزل عليه بمعلقتين توم مهروس وهقلبهم مع بعض. واول ما ريحة التوم بتاعي تطلع هنزل عليهم بالبتنجان واشوحهم كده كلهم مع بعض ياخدوا من طعم بعض. وبصوا بقى هنا بدأت العظمة. وبعدين هرش عليهم تاني بقى توابل وملح وفلفل، هتبلهم بقى كويس جدا واظبط الملح. خلي بالكم التوابل دي برضو فيها ملح، فما تحطوش ملح زيادة عشان ما تبقاش حادقة منكم. وهنا بقى هنزل بالطماطم بتاعتي، اديها برضو تقليبة كده. هنا هدي تقليبة واحدة بس للطماطم بتاعتي عشان ما تتهريش وتنزل المية بتاعتها. وهنا بقى هطفي النار وهنزل بالبقدونس بتاعي عشان يفضل لونه اخضر وفريش كده، وكمان يبقى طعمه باين جدا في الساندوتش. تعالوا بقى نقدمها مع بعض. انا هنا اخترت هقدمها في ساندوتشات. لو انت حابه تقدميها مع رز ابيض او تعمليها فته، بجد هتبقى كمان جميله. تعالوا بقى نحشي الساندوتشات مع بعض. هنا حطيت الشاورما بتاعتي وهنزل عليها بقى بالطحينه. بصوا، كتروا الطحينه فعلا كان طعمها حلو قوي مع البتنجان، كانت خطيره. وهاخدها كده ادي الساندوتش تحميصه على النار في طاسه فيها كده نقطه زيت.
او ممكن تحطيه لو عندك ساندويتش ميكر برضو هيبقى طعمها خطير. بصوا انا عماله احط طحينه من كتر ما كان طعم الطحينه عاجبني، وهتشوفونا واحنا بنقدم الساندويتش في الاخر كانت حلوة جدا. الوصفة دي جميلة، جربيها على ضمانتي هتعجبك قوي 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 قوي. انا طلعت بيها في الصيام مخصوص عشان تكون وصفة كده مبهرة وجديدة. جربوها وهتعجبكم جدا على ضمانتي. فيديو النهاردة سهل بسيط. قومي اعملي الشاورما دي وقولي لي رأيك بصراحة. انتوا يا جماعة هتنبهروا من الوصفة دي بجد ومن طعمها الخرافي. بجد خلت البتنجان ليه طعم تاني، ولو الولاد مش بيحبوا البتنجان هيحبوه جدا في الوصفة دي. بحبكم قوي قوي قوي، واستنوني في وصفات تانية كتير.